اكتر سؤال بيتسأل للناس اللي بتتفرج على انمي، انت مش كبرت على الكرتون اللي بتتفرج عليه ده؟ والناس كلها فاكرة ومتأكدة ان الانمي ده عبارة عن كرتون بس بيكون مصنوع في اليابان، بس في الحقيقة ده مش صح خالص. فانا في الفيديو ده هقول لكم ايه الفرق بين الانمي وبين الكرتون. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وفولو علشان اكبر القناة بتاعتي. اول فرق وهو الجمهور المستهدف. الكرتون بشكل رئيسي بيكون موجه للاطفال، يعني زي ما تتفرج مثلا على توم اند جيري او على سبونج بوب او على ميكي ماوس او على دونالد داك او الحاجات دي كلها كرتونات موجهه للاطفال، بيكون الهدف منها ان هي حاجه تسلي الاطفال وتضحكهم وتكون خفيفه ما فيهاش اي حاجات تقيله. لكن الانمي مثلا مش كده خالص. ممكن تلاقي انميات موجهه للاطفال زي البوكيمون، بس اغلبيه الانميات بتكون مش موجهه للاطفال. زي مثلا لو اتفرجت على اتاك اون تايتن، ده استحاله ان انت تقول ده حاجه موجهه للاطفال. او لو اتفرجت مثلا على ديس نوت، برضو اكيد عمرك ما هتقول ان ده حاجه موجهه للاطفال، لان ببساطه الانميات بتتكلم على مواضيع عمر الاطفال ما هتكون مهتمه بيها او ان هي هتفهمها حتى، زي الاخلاق مثلا او الموت او الحرب، وبيتكلم في مواضيع عميقه جدا، فكلها بتكون مواضيع موجهه للاشخاص الكبار مش للاطفال. تاني فرق بين الكرتون والانمي هي طريقة الرسم والانتاج. يعني مثلا انت هتلاقي ان الرسم في الكرتون بيكون حاجة بسيطة جدا، بيكون مش منطقي اصلا، زي مثلا ما بتلاقي عيون سبونج بوب طلعت كده بشكل مش عارف عامل ازاي، او لما تلاقي شكل الضرب اللي بيحصل في توم اند جيري واللي هو اكل مكوى فالمكوى خدت شكل جسمه وحاجات غريبة كده. انما في الانمي كل حاجة بتكون محسوبة بالظبط، يعني كل تفصيلة فعليا بتكون محسوبة. التعابير بتاعت الوش هتكون عاملة ازاي، طريقة الكلام هتكون عاملة ازاي. في ناس اصلا بتتعلم الرسم لما بتتفرج على انمي، لان هم بيركزوا جدا في الرسم والتشريح بتاع الاشخاص. فالرسم بتاع الانمي مختلف تماما عن الرسم بتاع الكرتون، ده بيكون مبني على واقع وبيحاول يبين لك الحاجة بشكل واقعي، انما ده بيبين لك الحاجة بشكل يخليك تضحك ويكون حاجة مسلية بالنسبة لك. تالت فرق بين الكرتون والانمي الحبكة والعمق النفسي اللي بيكون موجود في القصة. يعني مثلا انت في الكرتون عمرك ما بتلاقي قصه، يعني انت لو فتحت اي حلقه لتوم اند جيري عادي هتقعد تتفرج وتضحك. نفس الكلام لو اتفرجت على سبونج بوب، مش لازم تبدا تشوف تطور للشخصيات في الكرتون، ومش لازم تتفرج على الحلقه اللي فاتت علشان تفهم ايه اللي هيحصل في الحلقه اللي جايه. لكن في الانمي مثلا انت لازم تتفرج من اول حلقه عشان تعرف ايه اللي هيحصل في تاني حلقه وفي اخر حلقه، لان كل حلقه بتبقى مبنيه على الحلقه اللي قبلها، في تطور للاحداث، في تطور للشخصيات. يعني انت مثلا في انمي زي اتاك اون تايتن، انت لو في حلقه وقعت منك في النص انت بنسبه كبيره مش هتكون فاهم ايه اللي حصل في الحلقه اللي بعدها، فهتضطر ترجع تشوف الحلقه اللي فاتتك. فالقصه دايما موجوده في الانمي، انما الكرتون مش بيكون ليه اي قصه اصلا، هو معمول علشان يضحكك. رابع فرق بين الانمي والكرتون وهي انواع الانمي. الانمي مش عباره عن نوع واحد، لا الانمي فيه انواع منه كتير، واشهر نوع منه اللي هو الشون اللي بيندرج تحته وان بيس واي حاجه بتكون بالتارجت الشباب زي وان بيس وناروتو واي حاجه من الحاجات دي. وفي مثلا نوع تاني اسمه شوجو، ده بيبقى بيتارجت الحاجات اللي ليها علاقه بالبنات اكتر. انما الكرتون هو نوع واحد بس، بيكون الهدف منه ان هو يخليك تضحك وانت قاعد مبسوط. خامس فرق وهو التأثير. في اليابان عادي ان انت تلاقي شاب او راجل كبير رايح السينما علشان يتفرج على فيلم انمي، ده عادي جدا خالص هناك عندهم. يعني مثلا انا مش عايز اقول لك ان فيلم ديمون سلاير اللي فات اللي هو موجن ترين كان واصل لارباح اكتر من 500 مليون دولار. انا مش هقول لك هم دول كام بالمصري عشان في الاغلب هزعل انا وانت من الرقم اللي هنسمعه، لكن في الوطن العربي عموما للاسف بيتشاف ان اي حاجه مرسومه عباره عن كرتون، وده مش حقيقي للاسف. فمش كل حاجه مرسومه يتقال عليها كرتون، في حاجه اسمها انمي وفي حاجه اسمها كرتون. زي مثلا ما ينفعش تقول على فيلم زي فيلم ذا جاد فازر ان ده فيلم معمول للاطفال، استحالة اي حد هيقبل حاجة شبه كده. زي مثلا ما احنا مش هنقول ان اتاك اون تايتن ده انمي معمول للاطفال، استحالة برضه، ده انمي مش كرتون. وبرضه من الحاجات الوحشة اللي دايما اي حد بيتفرج على انمي بيشوفها، ان اي شخصية انت بتتعلق بيها او بتحبها جوه الانمي وماتت، فانت كده خلاص انت مش هتشوف الشخصية دي تاني. بالعكس لو انت بتتفرج على مسلسل او على فيلم والبطل بتاعه مات، انت تقدر تشوف البطل ده في فيلم تاني او في تمثيلية تانية، انما في الانمي مفيش الموضوع ده. فالانمي يا جماعة مختلف تماما عن الكرتون. انا اسمي فتحي سنادة، ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تدعمني بلايك وفولو علشان يجيلك كل حاجة جديدة هعملها.